السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال يا رب. بنعمل مع بعض يا حبايبي الفراخ. طبعا انا شفت الحلة عاملة كويس جدا، ونزلت بالفراخ بتاعتي بقى. وانا متعودة الصدر اقسمه من ظهره نصين بس كده، واسيبه في الحلة عشان ايه؟ لو قطعته بيكش. وطبعا قطعت البصل وحطيت عليه فلفل اسود والملح، ودعكته ببعضه كويس جدا لما ينزل ميته، وحطيته عليها، ونزلت بالمستكة وصوص الحبهان المفتحة اللي فتحتها، ورق لورا، وعندي شوية رجلين بقى كانوا في التلاجة ما انزلهم معاها. نزلت هنا بالرجلين اهيت، انا بحب اكلها كده. رجلين كانت حلوة يعني كويسة كده وجميلة، انا بحب اكلها يعني. ومعايا هنا نزلت بالبصل في الحلة مع الزيت، وما حمرتش البصل قوي عشان اعمل تسبيكة عشان الكفتة، كفتة الرز. وطبعا نزلت باتنين مكعبين مرق دجاج، نص معلقة سكر، وظبطت الملح بتاعها كده، وقرن شطة طبعا مع الطماطم في الخلاط، وشوية كزبرة كده بعد البصلة، وهي دهبي لسه كده نزلت عليها بالكزبرة، كزبرة ناشفة طبعا. وبشوح الفراخ بقى لما تبقى كويسة وريحتها جميلة جدا، وبعدين بنزل عليها بقى بإيه؟ بالمية. ودلوقتي دي كفتة الرز يا حبايبي اللي انا عملتها، على فكرة هي خضرة بس التصوير مش عارفة فاتح ليه، والنور قاطع معايا. عملت 2 كيلو رز مع كيلو لحمة، مع الخضرة مع الفلفل اخضر والشطة الخضراء والثوم، 5 6 فصوص توم كده، ما بحبش التوم كتير، والبصل طبعا، والبهارات بقى كمون وكزبرة ناشفة، وبهارات اللحمة، وبحط معاها كمان حبهان مطحون وحبهان حصى وهي بتتفرم، بديها تيست عالي قوي. ودلوقتي هجيب شوية زيت بقى في يعني ابل ايدي كده واصبع بقى. ودلوقتي يا حبايبي صبعت الكفتة اهيت، وعندي بقيتها طبعا، عندي بقيتها في الفريزر، وصبعت على قد بقى ما هطبخ النهارده. النور لسه جاي حالا. ويلا بينا نحمر بقى. وبحمر في الطاسه اهي يا حبايبي، الريحه طالعه في منتهى الجمال. بس الجو هوا جامد النهارده. بواصل تحمير الكفته برضو.
زودت طبعا على التسبيكه بتاعه الكفته، زودت شوربه وانزل بالكفته بقى. دي الكفته معايا يا حبايبي، حطيتها اهي. حاجه كده جميله جدا، وجربوها يا حبايبي وهتعجبكم. ادي الفرخه يا حبايبي بعد ما خلصتها اهيت. وادي الكفته، التصوير بس اللي ضلمه شويه.